فالكونز وقع مع فريق للعبة ايبكس ليجندز، بس الموضوع عمل ضجة كبيرة. فايش السالفة ما فيها انه هذا الفريق مو مجرد فريق عادي، هدول يعتبروا الجوتس في لعبة ايبكس ليجندز، واحد اعظم اللاعبين في تاريخ الرياضة الالكترونية، وخروجهم من فرقهم عمل صدمة لكل جماهير اللعبة، والكل صار يسأل مين الفريق اللي هيتحمل تكلفة هدول اللاعبين. وكثير من الكلام لحد ما فالكونز اعلن عن الفريق، وصارت باختصار كلام نفس الكلام وقت ما فرق كرة القدم بدأت تجيب صفقات. تقدروا تشوفوا تعليقات الاعلان وتتأكدوا بنفسكم. الفريق مكون من هال وزيرو جن. هال القادم من TSM محقق أرباح من اللعبة وصلت ل $711,000، وحقق إنجازات كثيرة أهمها هي بطل العالم لسنة 2023. جن قادم من فريق دارك زيرو، وأرباحه من اللعبة وصلت ل $400,000. عنده إنجازات كثيرة أهمها هي بطل العالم عام 2022. وآخرهم هو زيرو قادم أيضا من دارك زيرو، وأرباحه تقريبا 500,000. عمل كثير من الإنجازات أهمها بطل العالم 2022 مع زميله جين. الروستر يعتبر فريق